ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رجلا أتى بأسباب كثيرة لقبول الدعاء وأتى بسبب واحد لمنعه، فقوي ذلك المانع على حجب تلك الأسباب الكثيرة. وذكر صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يقول يا ربي يا رب. هذه كلها من أسباب الاستجابة. أشعث أغبر هو هذا التبذل، ولذلك كان من سنة صلاة الاستسقاء أن يخرج الإمام والناس متبذلين في هائة رثة يظهرون الافتقار والحاجة إلى الله. هذا التبذل من أسباب الاستجابة. يطيل السفر، دعاء المسافرين مستجاب. يقول يا ربي يا رب، الإلحاح في الدعاء من أسباب الاستجابة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. فهذه كلها أسباب لقبول الدعاء لاستجابته. هذه الأسباب كلها حجبها ومنعها وسد الطريق دونها سبب واحد، ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، أنى يستجاب لذلك.